بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. معشر الإخوة الكرام، أبناء حزب العدالة والتنمية والمتعاطفين معهم ورجال الإعلام والمتابعين والمتابعات، هذا غير حيد وراه ما بيني وبينه غير الخير والإحسان. وليتي شويه لاباس شويه. لا بقاش كي كان الايباد كنعرف له شو كنعرف له شويه، والايفون كنعرف له شويه. اخواني، بالحقيقه انا واحد شويه، رغم انني مره كنضحك، لان هذا شويه ديال المرح من عطاء الله اللي عطاه لي، وبه كندوز المراره اللي قال الاخ الحسن، المراره ديال بعض الاحداث وديال بعض الاشياء. ولكن في الحقيقه انا واحد شويه حزين، لانه على كل حال حزين كاين علاش. ولكن اصلا هذا العرض اللي عمل الاخ هو في الحقيقه عرض مفجع. وكيظهر ليا واخا تكلم فيه بزاف، ما تكلمش على كل شيء. كاين حوايج اخرين، اختلالات اخرى وقعات ولكن هو مشى في الحق الاخر كاع النتيجه اللي هي كما سمعتم وكما رايتم، هي المتابعات الناتجه عن التسيير ديال هذه الاغلبيات التي تكونت بعد انتخابات 2021 التي مرت في يوم واحد، فهمتني ولا، بغير سبب مفهوم في الحقيقة، إلا أنه الذي كان مقررا كان يحسن أن يقع مرة واحدة، لأنه بعض المرات الهيئات السياسية من تكون عندها فرصة بين الانتخابات المحلية والانتخابات التشريعية كتلقى يعني فرصة باش كتعدل الكفة. هادشي كان وقع. أنا كنتذكر شي انتخابات كان حزب الاستقلال جا هو الاول، ولكن من جات الانتخابات التشريعيه او الثاني ما عرفت، ولكن من جات الانتخابات التشريعيه يعني تدهور، والعكس صحيح. علاش انا حزين؟ علاش؟ لانه حنا هاد 4 سنين من تنبير 2021، اكتوبر 2021 إلى الآن نحن في أكتوبر 2025، إذا 4 سنوات كاملة تقريبا. بطبيعة الحال كلكم كتذكروا الهزيمة النكراء التي مني بها الحزب سنة 2021 وعلى جميع المستويات. هادشي غادي نرجع له. حتى قيل أن حزب العدالة والتنمية انتهى، مات. واحد الصحفي باقي كنتذكر تكلم معايا بالفرنسيه، قال لي السي بن كيران سي اون ميزامور، يعني بمعنى اخر شنو راجع دير انت اللي عاود رجعتي كامين عام. انا بطبيعه الحال رجعت كامين عام لانه صوتوا عليا الاعضاء الحقيقيين ديال الحزب، ماشي شي مخلوقات اخرى جبتها بيديا ولا شيء من هذا. وما حضرت انا كاع التصويت، ما حضرت حتى شي حاجه حتى قضوا امرهم، حتى حزموا أمرهم. علاش أنا حزين؟ لأنه خلال هذه ال4 سنوات حنا قمنا بالواجب ديالنا. حنا يعني الناس كنمارسوا السياسة بنوع من السذاجة. حنا ما كنعرفوش المقالب، ولو كنا كنعرفوا لها ما غنديروهاش، لانها في الخلفيه الثقافيه ديالنا والاخلاقيه غير مسموح بها. حنا كنا في الحكومه على مدى 10 سنوات، خرجنا من الحكومه ولينا حنا الثامنين، كنا حنا الاولين ولينا حنا الثامنين. فهمتيني ولا لا؟ ما عرض علينا حد نشاركوا في الحكومه، ما كناش مستعدين باش نشاركوا في الحكومه بطبيعه الحال نهائيا. إذن حنا درنا المعارضة اللي كنعرفوا نديرو.
ضد المعارضه كنشوفوا الحكومه اش كدير، كننتقدوها الى اخره، فهمتي. لا في الاول نضت واحد السياسيه منفرده، فهمتي. لو طالبت بالدخول في حمله ضد اخنوش لكي يقال له ارحل، والى حد الان باقي ما فهمتش شو هذا المنطق وكيفاش اتجهت هذه الفكره، شكون اللي قالها لها باش تنوض يعني تنادي بها. بطبيعه الحال دابا يمكن راها نضجات شويه وبدات تتقلب على فين تسكن، فهمتيني ولا لا، سياسيا. وديك الساعات انا كامين عام ديال الحزب، حيت بعض الاخوان ديالنا اللي كانوا يعني معقورين نقولوها بالدارجه من النتائج ديال الانتخابات، بغاو يدخلوا في هذه الحمله. قلت لهم هذا ماشي معقول، هذا السيد هذا عاد جاء بطريقه ديمقراطيه ديال المغرب، حيت المغرب ما فيش الديكتاتوريه وما فيش الديمقراطيه مطلقه. وبالمناسبه هذه الديمقراطيه المطلقه انا ما عرفاش واش كاينه ولا ما كايناش. نقدر نقول لكم كاينه في حزب العداله والتنميه، هذا هو الشيء الوحيد نقدر نختم. العداله والتنميه وحركه التوحيد والاصلاح هكذا خليناها، فهمتيني ولا لا. اما في الدول الاخرى حتى ترامب راه تيقول باللي سقطوه في السعافه الجبيضا بطرق غير قانونيه غير ديمقراطيه الى اخره. فاذا كانت يعني صرح الديمقراطيه في العالم اللي هو الولايات المتحده، الرئيس تيقول فيه هذا الشيء بطبيعه الحال وتيهجم على البرلمان وكذا الى اخره، بطبيعه الحال لابد ان تتساءل هل هنالك ديمقراطيه حقيقيه مطلقه او لا. ولكن انا كنظن انه هي الديمقراطيه هي واحد المفهوم اللي باقي خصو يتناقش ويتضبط الا كان ممكن يتضبط، حيت جو نو بونس با، فهمتيني. حيت دابا مثلا الديمقراطيه اللي كانت شحال هذه ما بقاتش، اللي كان فيها توازن بين اليمين واليسار، ما بقاش توازن بين اليمين واليسار. دابا كاين ديمقراطيه بين اليمين واليمين المتطرف تقريبا، فهمتيني ولا لا. يعني ورجال الاعمال في اطار هاد الا بغينا نقولوا التراجع ديال اليسار يعني في العالم، استطاعوا ان يشتروا الديمقراطيه. ولهذا كاين دابا كلمه جديده اللي ولات كتكرر بزاف، وهي لوليغارشي بمعنى المقربون الذين يكتسبون ثروات غير عاديه. حيت الثروه في التاريخ ديال البشر الا تكلمنا على قارون كانت الثروه عاديه، تيكون الانسان عنده فرق ما بين الاغنياء والفقراء واحد شويه نسبيا او بزاف، ولكن ماشي بزاف. دابا لا، دابا ما بقاش منطق ملي كتسمع باللي شركه وحده يعني السياسه التسويقيه ديالها باش كتجلب الناس لعندها. هذا الكلام انا سمعته البارح، ولكن ما رانيش متاكد من تساوي البي بي ديال المغرب كامل، اكثر هي كوكاكولا. هذا العجب العجاب الا كان هذا الشيء صحيح. حنا من حيث المبدا كنتجو حوالي 150 مليار ديال الدولار في العام كمغاربه كلنا، كل شيء هذا الشيء فلاحه صناعه سياحه كل شيء هذا الشيء، فهمتي ولا لا، من الداخل ومن الخارج 150 مليار ديال الدولار. كيبدو ان هذه غير وكتعرفوا باللي كاين اشخاص الثروه ديالهم كتجاوز 200 مليار دولار، فهمتيني ولا لا. وكاين اشخاص كيربحوا بحال هذه الارقام الفلكيه في يوم واحد ويخسرونها في يوم واحد. الثروه دابا تبدلات في العالم ولات، وهاد الناس اللي عندهم هاد الثروات هذه يقدروا يشريوا احزاب ويشريوا دول، فهمتيني ولا. كاين كلام على رئيس دوله من الدول العظمى يعني انه اللي نجحوه هما يعني الابناك، واللي نجحوه هما الى اخره. فالديمقراطيه حتى الديمقراطيه يعني فحنايا يعني مارسنا المعارضه ديالنا على حساب داك الشيء اللي كنا كنشوفوه. من بعد قلت لهم نعطيو لهذا السي عزيز اخنوش واحد المرحله باش نشوفوا واش غيدير، وربما ينجح. بصراحه سمعنا كلام قبل ما جا السي عزيز اخنوش بانه غادي يجي السي عزيز اخنوش وانه ستفتح له الابواب والصناديق وستنجز في وقته الاعمال الى اخره. كنا مبارك مسعود الى كاع هذا الشيء هذا مشى العداله والتنميه وجا شي واحد
اللي غادي يتسبب في التقدم ديال المغرب، يعني ذلك ما كنا نبغي. ما غاديش تكون، لن يكون لنا نحن الفضل، ولكن هذه القضيه واخا تبقى فينا بس ما كاين. لان المهم عندك هو تقدم البلاد، هو التعقلن، هو تكون الديمقراطيه، هو ولد كيقرا القرايه مزيانه، هو والديك الا مرضوا ولا انت ولا مراتك ولا اولادك، فهمتي، ولا يلقاو واحد العنايه صحيه معقوله. فهمتي ولا؟ احنا ما كنطالبوش فهمتي ولا؟ هو ما تلقاش الفساد، هو الاداره تعرفك وتتعامل معك يعني معامله يعني معقوله، وتعطيك الاحترام ديالك اولا، الكرامه ديالك، وتعطيك المصالح ديالك الا مشيتي على ورقه، فهمتي ولا؟ ورقه بحال شهاده السكنه ولا شهاده الازدياد ولا شهاده الوفاه فهمتيني ولا؟ يعطيوها لك يعني بدون احرى هذيك الاخرى، هذيك اللي كتسموها ديال السكن، فهمتي ولا؟ رخصة السكن. سميتها رخصه السكن. لا ماشي الرخصه، البيرمي دابيتي. هذيك البيرمي دابيتي حنا في الثقافه ديالنا يعني راه كنعقلوا بنادم كان ملي كان يجي ياخذ البيرمي دابيتي هذا تيرجع له هنايا، فهمتي ولا؟ ولا عطى الفلوس، اما الا ما عطاش خلاص، فهمتي ولا؟ دابا هذوك المقاولين كيذكروا المرحله ديال العداله والتنميه بحال اللي كيذكر يعني شي شهر العسل في الزواج، لان في الزواج كاين غير شهر العسل، من بعد كيبداو مشاكل اخرى، فهمتيني ولا لا؟ كاين اللي كيطول داك شهر العسل حتى يتزاد الدري، غير يتزاد الدري يبدا يغوت في الليل، صافي انتهى الكلام، دخلتي في معركه اخرى. هادشي اللي درنا، فهمتيني ولا لا؟ ولكن بقينا كنقولوا كنلاحظوا الامور اللي ماشي هي هذيك، سوء التسيير، الاخطاء، المخالفات، الى اخره، وشويه ولا داك الشيء كبير، شويه وصلنا لتضارب المصالح، وشويه وصلنا للقضيه ديال اغداق الاموال على الوسطاء الاعيان الذين ادخلوا الى السياسه بارادتهم او بدون ارادتهم، وعلى اساس غيجيبوا الخرفان ويبيعوها للناس الى اخره، وتسبوا للدوله في واحد الخساره كبيره، وتعطى لهم 500 مليون درهم او اكثر، فهمتي ولا؟ الى اخره. يعني كل هذا يعني بقينا كنقولوا هذا الشيء، كل شيء اللي كنقولوا تضارب المصالح، هذه مساله، هذه قضيه كبيره بزاف، وبالخصوص متعلقه برئيس الحكومه، وطرحنا عليه الاشكال والسؤال وباقي ما جاوبش الى الان. سي با بوسيبل، راه هادشي ما يمكنش، حيتاش يعني في الدول اللي كتحترم نفسها رئيس الحكومه ملي كيتطرح عليه واحد الاشكال كيخصو يجاوب، فهمتيني ولا لا؟ ماشي يجي يقول حنايا كنستثمروا وهاد الناس بغاو يديروا الباز، مي سا سي با اون ريبونس السي عزيز، فهمتيني ولا لا؟ واش زعما العداله والتنميه خصو يدير البوز؟ واش عبد الاله بن كريم خصو يدير البوز؟ محتاج يدير البوز؟ فهمتيني ولا لا؟ راه غير، فهمتيني ولا لا؟ غير حوار مع صحفي راه وصل ل1.5 مليون ديال المشاهدات ولا اكثر، بلا ما ولا 2 مليون ولا الله اعلم شحال، فهمتيني ولا لا؟ فاذا هذا ماشي كلام، هذا كلام فاضي، فهمتيني ولا لا؟ حنا ملي كنا كنديروا اللقاءات كيكون البوز في الساحه، ماشي عساك في الانترنت. فبدينا كنقولوا شنو المصير ديال هذا الشيء كامل. طبعا حنا كحزب سياسي كننتظروا الانتخابات، ومن هنا الانتخابات بدات كتجي يعني الا بغينا نقولوا استطلاعات ديال الراي، واخا ديك الاستطلاعات ديال الراي يعني ماشي من شي جهات الا بغينا نقولوا رسميه وكذا الى اخره، ولكن كلها مشات في الاتجاه ديال انه العداله والتنميه في اسوأ الحالات هو في الثلاثه الاوائل، والا في الحقيقه الناس بداو تيقولوا هو في الاوائل، ان لم يكن هو الاول. واحد الوقت قالوا بان الاخرين لا يذكرون اصلا، الى تبعتيو هذاك، حتى فوجئنا بشيء اسمه لا جينيراسيون زد. علاش تنقول لكم انا حزين؟ لانه حنايا قمنا بالواجب ديالنا، فضحنا الحكومه، ووقفنا في وجهها في الامور اللي كانت ماشي معقوله، ماشي كلها،
كاين شي مرات بصراحه رحنا وقرنا او لا يعني درنا شي تقدير يمكن كاع يكون غلط بصراحه، ما قلناش كل شيء اللي كان خصنا نقولوه في الوقت ديالو، ولكن من اللي جات لا جينيراسيون زاد بطبيعه الحال كانت احداث بحال القضيه ديال اكادير اللي هي يعني الوفاه ديال 8 ديال السيدات بسبب الولاده في وقت وجيز. هذا الشيء ديال الوفاه في الولاده راه كيوقع دائما وغيبقى يوقع الى ان يرث الله الارض من عليه، ولكن مع التطور الطبي كيتحسن، فهمتيني ولا؟ كيتحسن، كتنقص النسبه نسبيه، وهذه وحده من ولكن باش تجي 8 ديال الوفيات مره واحده في وقت وجيز يعني وقع بغينا نقولوا يعني تركيز ضوئي ديال البروجيكتور على الطريقه باش كتمشى المستشفيات ديالنا، بمعنى ان هذه الحكومه يعني لانه يعني المال المسيب كيعلم السرقه من اللي لان علاش قال لهم السي دريس في ذاك اللقاء الصحفي ديالو قال هذه سي كويستيون دو غوفرنونس، هذه قضيه حكامه. المشكله هذه ديال الحكامه اولا قبل كل شيء، ماشي زياده ديال الاجور ولا اي شيء، خاص الحكامه، ولكن باش دير الحكامه خاصك انت اولا تكون كتعطي المثال. ما يمكنش تكون انت رئيس الحكومه ومتهم بتضارب المصالح ومتهم بانك كتبني المستقبل ديالك السياسي من خلال التوزيع ديال الاموال على الاعيان اللي اصلا ربي سبحانه وتعالى عطاهم وهما خدموا ولا خداو الريع ولا الله اعلم وعندهم الفلوس بما فيه الكفايه وزياده لهم ولاولادهم ولاحفادهم الى الدرجه الرابعه او الخامسه، وانت كتزيدهم باش زعما ينقصوا للناس في الحواله وما ما نقصوا للناس في الحواله، وفي الاخر وصلنا العيد حتى هو مشى لنا، فهمتينا ولا؟ وبطبيعه الحال بلا ما نتكلموا على يعني الاخطاء في الارقام بغاو يلصقوها السي عبد الاله بن كيران. على كل حال هذا السي عبد الاله بن كيران هو والعداله والتنميه يعني فين ما تلفوا كيرجعوا ليه، فهمتينا ولا؟ وبغيو يلصقوا فيه هذا الشيء داروا هذاك السيد رئيس الحكومه كون غير تيحشم شي شويه، جا قال لهم في الحقيقه في البرلمان في الحقيقه هاد الاثمنه ديال المحروقات المشكل ديالها هي المقصه اللي دار السي عبد الاله بن كيران. ملي قلنا ليه حنايا ياك المقصه وحيدها قال لك لا ما نحيدهاش، لا حيدتها هو تيتكلم ماشي القجع ماشي حتى شي واحد، هو قال لا حيدتها غادي الميزانيه تكون متقوبه، يمكن هذه هي العباره ديالو بالضبط. واذا شنو كتقول؟ ما عندكش مشكل باش تقول اي شيء، الكلام ونقيضه، ما عندك حتى واحد في الحزب ديالك يقول لك السي عزيز راه هذا الشيء هذا اللي كتقول ما خدامش، هاد الجوج ما كيتجمعوش، يعني انت ضابط الحزب ديالك باش ضبطه، ما يمكن تكون ضابطه الا بحاجه واحده هي اللي عندك هي الفلوس، او 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 تيخافوا منك لانهم كيظنوا انك نافذ وان عندك اتصالات وانك الى اخره، فهمتيني ولا لا؟ ولكن هذا الشيء هذا انت علمك راه ما غاديش يدوم وراه ما دامش اصلا. علاش نقول لكم انني حزين؟ لان هذا المجهود اللي بذلنا باش نعارضوا هذه الحكومه في اطار القانون، طبعا في اطار واحد النوع ديال المبادره وديال الحيويه وديال حنايا ملي سمعنا باللي السيد رئيس الحكومه غادي يجي يعمل عرض على الحصيله ديالو 6 شهور قبل، يمكن طلبنا من الاخوان ديالنا الاطر يوجدوا لنا الحصيله ديال الحكومه 6 شهور قبل، اشتغلوا عليها وجدوها بالاشراف ديال الرئاسه ديالهم والاشراف ديال الاخ السي ادريس الازابي بالخصوص، كان شي واحد من الاخوان اخر معاه ما عرفتش السي عبد الله بونو ولا شكون، المهم كانوا جوج صرفوا على داك الشيء ووجدوا واحد الحصيله شتانا قبل من الموعد اللي كان ضارب السيد رئيس الحكومه في البرلمان. شتها ملي شتها قلت لهم علاش غتستناو حتى يدير هو الحصيله ديالو، عاد ديروا نتوما الرد ديالكم، ديروا الرد ديالكم هو الاول. قال لك راى الامر يفضي الى اخره فجعل اخره اولا، المغاربه تيقول لك نجيك من الاخر، فهمتيني ولا؟ داروا الاخوان يعني داك الشيء ديالهم الصباح نهار الثلاث
وهو كان غيجي في العشيه وقيله ولا غدا. يا ليته لم يؤجل، كون غير جا دار ديك الحصيله ديالو باللي كتب الله، معناه انه ما كاين لا حصيله لا والو، لان حصيله يزعجها حزب عنده 13، انت عندك 102 ياك، عنده 102 ياك 102 فهمتي ولا، ما قدوش يوصلوا ل 107 لا ل 125 فهمتي ولا، داروا ليه 102 قالوا له ما تفوتش داك الشيء اللي ما تفوتش البام القديم، حيت البام شي وقت كان عنده 102. ف يعني بطبيعه الحال هذه كاينه واحد الحيويه، واحد المبادره. حنا ما عندناش، لان شوف ما عندنا فلوس، ما عندنا يعني سلطه، ما عندنا جهات في الدوله كتساندنا، الا ما كانش العكس. ما عندنا الله سبحانه وتعالى، ونرجو ان يدوم لنا بفضله وتوفيقه، وعندنا دراعنا، وحنايا تنمارسوا السياسه. حنايا حزب سياسي كبر في النضال، كبر في الحركه الاسلاميه اولا قبل كل شيء، كيتلقن المبادئ والقيم اللي كيخصها تكون، وثم بعد ذلك نزل النضال السياسي ودخلنا في هذا الشيء تدريجيا وكذا الى اخره، من 9 ل 42 ل 46 ل 107 ل 125 الى اخره. فهمتي ولا، احنا حزب سياسي فهمتيني ولا، ماشي يعني شي تلبيقه ولا تلفيقه فهمتيني ولا، جينا ودرناها يعني في اخر لحظه. فيعني درنا معارضه شرسه نقولوها بصراحه، وكنا في الاخر بقينا ولكن تعفنت الامور على مستوى الصحه، حتى راينا، لانه دابا اللي ما كينتبهش باللي الفساد ليس هو الصلاح، وان هنالك حكما ربانيا قاعده كونيه اعلمنا بها الله سبحانه وتعالى، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. لانه الفساد لو كان الفساد هو الصلاح، حتى واحد ما يمشي للصلاح. شنو بغينا الصلاح؟ الفساد راه متعب، الصلاح راه متعب. الفساد يعني جيتي تبني دار فهمتيني ولا، جيتي دير الاساس ديالها، كتقولوا علاش انا غندير هذا الاساس وغالي وخصو الجهد وتحفر وما نعرفش دير شي شويه باش الا جا داك الارشيتكت ندوروا معاه فهمتيني ولا ولكن انت ملي كتبني الدار كطيح لك. اللي ما انتبهش باللي الفساد لا مسجد نسس على التقوى احق ان تقوم فيه فهمتي ولا، يعني فمن نسس بنيانه على تقوى من الله كمن نسس على كمن على شفا حفرة على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. النهار اللي دخل غورباتشيف، النهار اللي بلغوا الخبار باللي في المستشفيات ديال الولاده واحد طوبه، نقولها هكذا بالدارجه، طوبه ماشي فار، طوبه مشات كتاكل ان اونفون، وليد صغير كتاكل فيه كتعضو، يمكن قتلته. ذاك النهار قرر يدير التحول الذي ادى بالاتحاد السوفيتي الى الزوال. ذاك النهار قرر باش يخرج يقول الحقائق لانه عرف باللي الفساد وصل للنهايه ديالو، وهذا هو ما لا ينتبه له المفسدون تاتيهم يعني افكار تيقولوا هذه نكذبوا فيها، هذه سميتو، تيقلبوا على كيفاش يديروا يزوقوا على داك الشيء، ولكن انت هي ما تزوق ملي الناس غيديروا يديهم في الماكله وغيلقاوها ماشي هي هذيك، او غيلقاوها متعفنه، او غيلقاوها راه اما غيحشموا منك ويسكتوا ونوضوا يخرجوا بحالهم، اما راه غادي يضربوا معاك ويدابزوا معاك عليها ولا 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 ولا, ولا, ولا يضربوك بها ولا الى اخره. شو باسمك فهمتي ولا؟ فهذا واحد المشكل خرجت لنا. بطبيعه الحال كانت هذه هي يعني النقطه التي افاضت الكاس، هذاك الشيء اللي وقع، وبطبيعه الحال بلا ما نهضروا على، لانه ما عرفتش انا والله العظيم شي مرات كنبقى نقول واش هاد السياسيين ديالنا واش قاريين شي حاجه ولا ما قاريين والو. حنا الاسلاميين معروفين القرايه ديالنا في واحد المجال، كنقراو بزاف داك الشيء اللي كتبوه الاسلاميين السابقين والحاليين، ولكن ما تنقراوش بزاف الثقافه الحديثه وداك الشيء. بصراحه نقولوها زعما
البعض منا كتلقاه كيعرف غرامشي وبا والى اخره، دوك السميات كلهم اللي ما كنعرفهمش انا. ولكن حنا يعني دابا الانسان واش ما كينتبهش شنو كيدير، فهمتيني ولا لا؟ ها السي وهبي مع الاسف الشديد واخا كيدير شي حركات لطيفه وشي تصريحات نسبيا معقوله دابا الى اخره، فهمتيني ولا لا؟ حنا ما عندنا ما نقولوا الانسان اللي تيقول الكلمه ديال الخير ما عندك ما دير الا ترد عليه الخير، ولكن دير مباراه وتخرج فيها 2000 واحد ناجح وينوض لك الصداع، وفي الاول تسكت ومن بعد تراجع ومن بعد تعاود دير مباراه اخرى، شنو هذا؟ على الاقل اذا اقتنعتي بان المباراه الاولى ما كانتش هي هذيك، الغيها وعودها، ما دير الاولى ودير الثانيه. انا كنتسائل شمن مباراه بقات غاديه تستقر؟ كل مبادره درناها دابا في المغرب، اذا ما عجبتش الناس غادي يخرجوا يحتجوا علينا. ملي غادي يحتجوا علينا تجي تقول الناس 30 عام اللي فات 30 عام ما يدوش امتحان. كيف؟ الدستور تيعمل 45. انا ملي كنت رئيس ديال الحكومه اللي فايت 45 عام كيمكن له يدوز لي كونكور الا عطيته انا الرخصه. حتى شي واحد طلب لي الرخصه ما رديتها له. كنقول انا غادي يجيو عندي شحال ديال طلبات الرخصه في السنه، 5 ولا 10. هاد 10 الا عطيتهم شويه ديال الامل كاينه حاله ديال 56 سنه يعني هاد 5 ولا 10 ديال الناس، فهمتيني ولا لا؟ اعطيهم ان بو ديسبوار شويه. انت ماشي تجي لعند هذاك اللي عنده 31 وهذيك اللي عندها 31 على الاقل عندها امل انها غادي تنجح تولي معلمه ولا تولي استاذه، فهمتي ولا؟ خلي لها هذاك الامل. كتجي ما كاينش يعني بطبيعه الحال. ملي كيشوفوا انا نقول لكم، انا خرجوا لي بعض الاخوان المعلمين تيقول لك السي عبد الله علاش قلتي انت الا طلعتي الرئاسه والله كنتي انت لزدتينا. كنقول لهم ها شنو كاين تيقول لك السي عبد الله حنا ماشي شغلنا، مادام كنشوفوا هذوك اللي الفوق كياخذوا يسو سيرف حتى حنا باغيين حقنا. دبر راسها بابا هذه الميزانيه ديال الدوله تطيح ولا تنوض، دبر راسها. انا ما تنتصرفش هكذا. انا ملي كنت رئيس ديال الحكومه كنتصرف يعني كنستشعر المسؤوليه ديالي وتنرد البال. الدرهم الاخير يشهد الله جهد المستطاع، ما نقدرش نحلف على كل شيء، ولكن جهد المستطاع تنرد البال الدرهم الاخير، فهمتيني ولا لا؟ ونقدر نقول لكم كنرد البال حتى البابي كلينكس وما نعرف شنو الى اخره باش ما يضيعش. فهمتي؟ ربما بعض الاخوان كيضحكوا ولكن راه غيكونوا عارفين وراه قلت لكم هذا الشيء على كل حال. كيظهر هذا الشيء هذا ما تيعجبهمش تيخصهم حتى انت تاكل وحتى انت تورط وحتى انت باش تسكت، لانه فهمتيني ولا لا؟ هذا البنادم اللي تيتكلم واخا رد البال واخا تيحترم المؤسسات واخا بقى داك الشيء غادي كيتراكم سنه بعد سنه. ذكرت لكم دابا بعض الاشياء، فهمتوني؟ حيت دابا ملي كتشوف انك جبتي اصلاح ديال المدونه سيكون افسادا للاسره وتدميرا لها وقضاء عليها، مع انها قد قضي عليها. دابا الاسره ما بقات اسره. انا نقول لكم هذا العام ما لم استدعى لاي عرس الا ربما واحد. دابا خصني ندير مجهود باش نتفكر واش كان شي عرس ولا ما كانش. على كل حال ما كنستجبش ملي كانت القضيه ديال غزه ما مشيت حتى شي حفله. مادام القضيه ديال غزه كانت ما تنمشيش. ولكن يعني ربما لم استدعى. واش تستدعينا شي مره فريد هذا العام ولا مره واحده؟ فهمتي؟ يمكن مره واحده في الوقت اللي كنا قبل، يعني في الصيف. قال لي يا فريد، البلد ديال فريد تا هو تيبقى عاقل على شي حوايج. قال لي السي عبد الاله كنا في الصيف لالي روتور من هنا للدار البيضاء والاخوان وكذا العراسات ربما 5 6 10 في الصيف، ولا واحد ما بقاوش. حنا اسره ميسوره ما بقاش فيها العراسات، ما بقاش فيها الزواج. فحرال ربما دوك الفقراء والمساكين خصني وقيلا الا بغيت نحضر العراسات نمشي للباديه، هما اللي باقي ما وصلوش الخبار ديال هذا الشيء. وما نعرف راه حتى هما
ملي تتشوف باللي المجتمع ما بقاش تيرد عليك عبد الاله بن كيران، ولا كترد عليك، ولا كيرد عليك العداله والتنميه، ولا حركه التوحيد والاصلاح، ولا سي بن حمزه، ولاو كيردوا عليك الدراري اللي كيديروا المسرحيات ديال السكيريه، كيردوا عليك، معناه انه راك قجرتي وتجاوزتي. شوف، ما تقولش لي الضغوط الدوليه والامم المتحده. الضغوط الدوليه والامم المتحده انا فاهمها وعارفها، وكنعرف باللي لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار، ولكن ليس لدرجه انها تنوض لك فتنه في البلاد. في البلاد كاين شي حاجه سميتها اولا وقبل كل شيء الامن والاستقرار، والحاجه اللي تفهمها المجتمع او لا صرتها واخا، ولكن اللي تشوفه ما صرتهاش، خصك بطبيعه الحال يجب ان تكف عن اخطائك ومخالفاتك، فهمتني ولا لا، الى اخره. بون، في الاخر هذاك الشيء توقف، ونطلب الله سبحانه وتعالى هذاك الشيء اللي كيحاولوا يرتبوه يعني بطريقه تحترم شريعه الله وتحترم المصلحه الحقيقيه ديال المجتمع، لانه التخربيق ما غادي يوصلنا حتى لشي بلاصه الا لهذا الشيء اللي وصلنا له. انا الاخوان هذا الشيء اللي وصلنا له، اسمحوا لي وكلكم فهمتوا انني كنتكلم على ما سمي بلا جينيراسيون زاد. انا عارف باللي الموضوع هو الجماعات المحليه، حصيله سميتوها حصيله مجالس الجماعات المحليه، انا عارف وغنتكلم عليها شي شويش، ولكن المشكل اكبر من هذا، فهمتيني ولا لا؟ لانه هاد لا جينيراسيون زاد في الاول كيفاش بدات، لولا التعقل ديال الاداره بعد حين، ماشي فورا، لانه في 20 فبراير اول ما وقع وخرجوا الناس حتى واحد ما تعتقل. مع الاسف في هذه المرحله هذه بدات الاعتقالات بطريقه عشوائيه نسبيا وكذا الى اخره. عندهم مبررات، انا ما غندخلش، ولكن بعد بضعه ايام قالوا يا ودي حتى شي واحد كيعتقل كيحتجر سلميا ما غاديين نعتقلوه. ولولا التعقل حتى ديال الدراري ديال لا جينيراسيون زاد اللي ما قبلوش الاعمال ديال العنف وتبراو منها وتبراو من الناس اللي داروها، اللي مع الاسف الشديد كلهم صغار، باقيين صغار وما واعيينش اش كيديروا. سمحوا لي نقول لكم، انا ملي كنت صغير في 72 كان اليسار مهيمن على التعليم، واذا المدرسه اللي كنت انا فيها هي ثانويه مولاي يوسف، كانوا كيديروا اجتماعات في الصباح في المدرسه، وانا يعني بحال الاطرش في الزفه، يعني كندخل معاهم حتى انا، كنشوف الدراري كنسمعهم تيقولوا غنديروا مظاهره، كنمشيو نديروا مظاهره، وكنا كنقولوا كلام في ذاك المظاهره كفاش من هذا الشيء تيقولوا هاد الدراري هادو ما تيكونش. وانا غير نجوت، الله يشهد ديك الوقت غير نجوت لما كنت اعتقلت ذاك الوقت كنت هنيتهم مني نهائيا، فهمتيني ولا؟ يشهد الله على ما اقول. فخص الاخوان يكونوا يعني مستوعبين ان هاد الدراري هادو بون بزاف منهم مشاو ضحيه، ولكن ما عندنا ما نقولوا عليهم، لانهم خربوا الممتلكات والسوبر مارشي. واحد الاخت ديالنا عندها يعني مركز ديال التحليلات، انت ولا خربوا لها المركز ديالها. ما ذنب هذه البنيه؟ ما ذنبها؟ مسكينه يعلم الله كيفاش تقدرت دير ذاك المركز ديال التحليلات، شحال ديال المجهودات بدلات هي والعائله ديالها وكل شيء اللي كيعرفها الى اخره، دخلوا حرقوا لها داك الشيء ولا الله اعلم، خربوا لها الممتلكات ديالها. كاسك صافي ديخصا ما عندك ما دير. الدراري اللي داروا هذا الشيء مشاو اللي تعتقل منهم راه مشى للسجن، فهمتي ولا؟ والاحكام ديالهم حتى يعني ضاعت ارواح. طبعا هذيك الارواح هذوك مغاربه حتى هما بقى عزوا علينا، ولكن راهم مشاو تيهاجموا مؤسسه امنيه ديال الدرك الملكي، ولا مشى لنا للدرك وكانت ما الاسلحه، لو كان استطاعوا يدخلوا ياخذوا الاسلحه كنا غنوليو في بدايه حرب اهليه،
فشنو هذا الشيء هذا؟ دونك في الاخر الدراري ديال جينيراسيون زد تجبروا بعقلهم وتبراو من الاعمال ديال العنف. لولا هاد جوج ديال الحوايج، لو كان راه دخلنا في المجهول، راه في ذاك الوقت اللي بدات عندنا لا جينيراسيون زد، بدات لا جينيراسيون زد في مدغشقر. النظام ديال مدغشقر مشى، الرئيس هرب ما عرفناش حتى فين هو، حتى هما كيظهر ما عارفينش فين هو، فهمتيني ولا لا؟ وجا رئيس اخر وما عرفناش هذا الرئيس الاخر واش غادي تستقر له الاوضاع ولا لا. على كل حال ملي كيجي رئيس اخر يعني راه يعني عاوتاني الكارطه كتضمس، والله اللي عالم شنو تيكون فيها وتضحيات والى اخره. وسمحوا لي نفتح هنايا واحد القوسين، فتحتهما ولا زلت افتحهما وسابقى افتحهما ما دمت حيا. واوصي الذي سوف ياتي من بعدي لهذا الموقع، ماشي المنصب اللي انا فيه لان هذا غير موقع، فهمتيني ولا لا؟ يعني انه يعني يبقى هذا الموضوع ثابت فيه، وهو انه احنا ما عندناش رئيس الاخوان. كان عندنا رئيس يمشي رئيس يجي رئيس، احنا عندنا ملك وعندنا نظام ملكي، وعندنا نظام ملكي عمره 13 قرنا منذ مجيء المولى إدريس رحمه الله. المغاربة دخلوا في الإسلام لريوسهم، ولكن التفوا على الحفيد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قال لهم هلموا إلى ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الدعوة ديالو التي دعا فيها المغاربة إلى أن يجتمعوا حوله قال لهم هلموا إلى ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حنايا راه عندنا واحد التوليفة، حنا سنيين بنفس شيعي، باش ما نقول لكمش بتدريحة شيعية، فهمتي ولا؟ انت هذه كان كيقولها السي العربي المساري رحمه الله، تيقول لي انا مسلم ولكن الاسلام ديالي مدرح بشويه د العلمانيه، الله يرحمه مسكين. وكلنا راه حنا مدرحين بشويه د العلمانيه، عندك سحب لكم راه حنايا راه ماشي داعش ولا. فباغي نقول لكم الاخوان ديالنا الكرام ان هذا النظام ديالنا الملكي، نظامنا الملكي وملكنا، هادو جوج ديال الامور بعد الدين راهما امور اساسيه، والدين تا هو داخل فيهم، لان الملك ديالنا راه امير للمؤمنين، ماشي ملك السلام، وماشي امير المؤمنين عاد دار البارح ولا لا، هو امير المؤمنين منذ مده طويله، قرون قبل من الاسره العلويه. وغير هذه الاسره العلويه راه 4 ديال القرون وحنا معاها. وسبحان الله العظيم الا غتعجبوا، حيت كلنا كنقراو التاريخ، وخصكم تقراو التاريخ، وخصكم تقراو التاريخ ديال بلادكم، وخصكم تقراو التاريخ بالخصوص ديال هذه الاسره العلويه اللي انتم معها دابا 4 ديال القرون. غتشوفوا العجب العجاب ان العلاقه بين المواطنين وبين الملوك ديالهم، حيتاش الملوك هما بشر ماشي الهه، والملوك يصيبون ويخطئون، وحين يخطئون الرعيه تنتقدهم بشكل او باخر. راه مولاي عبد العزيز راه الاعيان ديال فاس صافطوا العلماء ديال فاس تيطلبوا منهم فتوى واش يمكن لهم ولا ما يمكن لهمش يعزلوا المولى عبد العزيز، صافطوا لهم فتوى مكتوبه تيقول لهم هي يمكن لكم، ولكن لا يمكن التفريط في الملك. حيدوا مولاي عبد العزيز وداروا مولاي عبد الحفيظ، بيعوا مولاي عبد الحفيظ. لا يمكن التفريط في الملكيه، والملك ديالنا فهمتيني ولا؟ ما حدو تيقوم بالادوار ديالو. حنا ما خصكم تفهموا مزيان، راه اذا ربكتيو، اذا ارتبكات هذه البنيه، راه ماشي غادي يمشي رئيس ويجي رئيس، او غيمشي ملك ويجي ملك، الا قدر الله شي حاجه، الا قدرها من عنده سبحانه وتعالى، او لا قدر الله اذا وقع ملوكنا في شيء لا يمكن ان يكون مقبولا شرعا. هذا الشيء في حديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، الا ان تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، وهذا الشيء ما كاينش. وبالمناسبه الاشاعات والكلمات، حيت انا هاد الايامات انا مريض، كنشوف شي ناس كيتكلموا في السياسه، ومع الاسف كاين اللي كيسمع لهم وكيجبدوا جلاله الملك محمد السادس وتيقولوا عليه شي كلام، وزعما انا تنمرض بصراحه، لانه خصوصا واحد السيد قال لك يعني في كندا كان شي شويه تيوقر، دابا ما بقاش تيوقر، ودا تيتكلم على الاجال. المغاربه تيقولوا فهمتيني ولا لا، الله اللي علم السابق من اللاحق، الاجال بيد الله. جلاله الملك ان يكون يعني
متعب او عنده مرض، بنادم كله كيمرض، ولكن ماشي اللي كيمرض كله راه صافي راه انتهى. راه الله سبحانه وتعالى اللي مطلع على باقي تيقوم بالاعمال ديالو، باقي البلاد الحمد لله مستقره، باقي كل شيء. يعني حنا الملك ديالنا يعني حنا شادين فيه، خصنا نكونوا شادين فيه اكثر من اللي هو شاد فينا. خصكم هادشي تفهموه وتعرفوا، وهذا الشيء اللي كان في التاريخ، والا ما غيمكن لكمش تفهموا كيفاش طاحت الخلافه العثمانيه كلها اللي كانت كتحكم النصف ديال العالم، او على الاقل يعني كانت كتحكم من الجزائر حتى البلقان، حتى لتركيا، حتى ما نعرف فين، فهمتيني ولا لا؟ وبقى هذا النظام هذا موجود رغم ما وقع قبل الاستعمار، وما وقع قبل الاستعمار يشيب لهوله الولدان. خصكم تقراو هذا الشيء. انا قريته وعودته دابا تنعاود نقراه. غير سميتو في واحد الكتاب كتبه واحد السيد من اسفي على علال الفاسي رحمه الله، راه يعني غادي يجيك الرعب ملي كتقرا كيفاش كانت الامور في ذاك الوقت والى اخره، والتدخلات والاستعمار ديك الساعه بدا كيدخل 1908 كيدخل ويبني وياخذ الارض الى اخره. ومولاي الحسن الاول رحمه الله قبل ما يموت كيفاش كان كيذكر القاده والى اخره، غتبقى تعجب كيفاش تبقى هذه البلاد. ورغم ذلك بقى وجا الاستعمار وبقى هذا النظام الملكي، وجات الموت ديال مولاي يوسف، واختاروا سيدي محمد الخامس رحمه الله باعتباره اصغر واحد غيديروا به اللي بغاو. ولكن ملي جا الوقت المناسب ونضجات الحركه الوطنيه، فهمتيني ولا، دخل معها في توافق سري بصراحه نقولوها. وراه كاين كيظهر لي وثيقه راه تكلم عليها مولاي محمد خليفه بينه وبين حزب الاستقلال ساعتها، فهمتيني ولا لا؟ وبدا كيثبتوا حتى نفوه، فهمتيني ولا؟ وشنو معنى هذا الشيء؟ معنى ان هذه الرابطه هي رابطه قويه. ولهذا انا البارح شفت واحد التدوينه ديال واحد الانسان كنحترمه بزاف، هو السي سمير شوقي، وانا ما عيطتش عليه باش، لان انا ما سمعتش. قال ودي هاد الدراري ديال جينيراسيون زد بداو كيتكلموا في الاول على اشياء بداو تيتكلموا في الاول على اشياء ليس حولها خلاف، الصحه والتعليم وجو سي بلي ترو الى اخره، والفساد والشغل ومحاربه الفساد الى اخره. قالوا هذه امور ليس حولها فساد ومعقوله، فهمتيني ولا؟ دابا بدا بعض الكلام ديالهم وكانه يدق باب شي كلمه بحال هكذا، يدق باب النظام الملكي. قال مع الاسف الشديد انا هذه القضيه هذه التدوينه اللي كيعتبرها سي شوقي يعني ربما عاديه او بسيطه، انا هزتني هزا، لانه هاد الدراري ديال جينيراسيون زد مما سرني منهم انهم من الاول هما كيديروا اشارات، يعني ان ما يقولونه يهم الحكومه ويهم رئيسها ويطالبون بذهابه، فليذهب. شنو كاين هو دابا هذا يعني شنو حكيته؟ ما هي اهميته وما هو وزنه شنو هذه الحكايه هذه؟ الا ما بغاش الشعب يمشي في حالته. طبعا هما كانوا كينتظروا ان سيدنا يعمل شي اشاره في هذا الشيء، سيدنا ما عملش، هو اللي كيقدر. انا سرني منهم انهم من الاول هما كيحتاطوا باش هذه القضيه هذه ما يدخلوا لهاش. ولما انا طلبت من هما حبسوا واحد الثلاث ولا اربع، وطلبت منهم انا يحبسوا الخميس والجمعه، لان الجمعه كان فيها الخطاب ديال جلاله الملك، ولا يليق انه مع الاسف الشديد حبسوا غير الخميس، واخا ما حبسوا الجمعه والخميس حبسوا شويه داروا الباروك ياك. لا انا كان الراي ديالي ما يديروش هذاك الخميس ولا ديك الجمعه، فهمتيني ولا لا؟ ولكن عجبني الحال، قلت هاد الدراري واخا كل شيء واعيين وعارفين في المغرب راه الاخوان ديالنا، راه الحسن من محمد الخامس رحمه الله، راه كاين خلاف في السياسه، كاين خلاف في السياسه بين الملك وبين الحركه الوطنيه. وهذا الخلاف في السياسه راه بدا من الاول من الحكومه ديال البكاي، لانه الحركه الوطنيه ما فهمتش علاش هذه الحكومه ديال البكاي غادي تجي. اللي جاب الاستقلال بعد الله ثم محمد الخامس رحمه الله، حزب الاستقلال والحركه الوطنيه الى اخره. فكيف يعني وحزب الشورى والاستقلال هذوما اللي كانوا ذاك الساعات،
ولكن كان خلاف بين السياسة، ولكن ما كانش خلاف حول الملكية، بما في ذلك السي المهدي بن بركة رحمه الله في المراحل ديالو الأولى. ولكن اللي بقى في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب اتحاد الشركة للقوات الشعبية من بعد يعني عنصر أساسي في هذا الموقف الصامد، ويرفض أن يدخل في نزاع مع الملكية المغرب هو عبد الرحيم بوعبيد رحمه الله. المغاربة يترحموا كثير لعبد الرحيم بوعبيد، وقبل منه بطريقة مستمرة منتظمة على الفاسي رحمه الله. على الفاسي كانوا البعض كيشوف أنه تيوازي بورقيبة في تونس، ويمكن هو قال هذا الكلام، ولكن هو كان فاهم شنو هو المغرب. ما يمكن ماشي وحيت بورقيبه راه كان عندهم الباي في تونس، كان عندهم ملك، فهمتي ولا لا؟ وبورقيبه بقى يعني كيشتغل حتى عزل الملك في الاخر، يعني اعتبر اعلن راسه رئيس الجمهوريه وزول الملك، فهمتيني ولا لا؟ ولكن شوفوا الحاله ديال تونس اليوم، انظروا الى حاله تونس اليوم. اسمحوا لي انا ارى هذا الشيء اللي تنقول لكم راه غير واحد شويه من فوق الخابيه، باقي ما وصلناش للقاع الخابيه. انا باغي نزيد نقول لكم، فهمتيني ولا لا؟ لانني عامر، لانه كنشوف باللي الحمد لله هي غيان دو غاف لحد الان المغاربه باقيين متمسكين بالملكيه ديالهم با دو بروبليم، ولكن كنشوف باللي كاين بعض الناس ما واعيينش او لا ماجورين او لا تابعين لجهات خارجيه، الله اعلم. انا ما تنبغيش نتهم الناس بغير بينه، ولكن كيتجرؤوا على اشياء هما ما واعيينش هذا الشيء هذا. حنايا ملي كنا صغار كنا هكذا، راه الاخوان مع الوقت انتبهنا وشفنا بعينينا وجربنا وشفنا الدول اللي قبل ما يجي الربيع العربي، داك الشيء اللي سمعنا على داك الشيء اللي كان في ليبيا في عهد القذافي الله يرحمه مسكين على كل حال، او اللي كان في سوريا في عهد حافظ الاسد، هذاك ما غنترحمش عليه، لانه يعني داك الشيء اللي دار ما كيتخيلش. واحد الوقت صافطوا الاخوات كانوا في السجن، كانوا عازلين في السجن، وصافطوا تيقولوا نرجوكم، تصافطوا الاخوان رساله مشهوره تيقولوا نرجوكم اذا كان عندكم وسيله باش تدمروا علينا هذا السجن دمروه علينا ونحن داخله، لان هؤلاء يعني الاعداء الذين يحرسوننا يعني يعتدون علينا بمختلف انواع الاعتداءات، بما في ذلك الاغتصاب، وينتج عن هذا الاغتصاب اولاد، وهؤلاء الاولاد اولادنا، وفي نفس الوقت هم نتيجه اغتصاب ابناء شياطين. اش غنديروا معهم؟ نردعوهم ولا ما نردعوهمش؟ حنا كنردعوهم وحنا كنتقطعوا، القلوب ديالنا كتقطع، كيطلبوا مساكن الموت لريوسهم ولولادهم ولهذاك الحراس يعني اللي معهم. داك الشيء اللي داز على الامه العربيه الاسلاميه مما شاهدناه نحن، خلي ما لم نشاهد. حنا ما حضرناش لمرحله الاستعمار، حنا مرحله الاستعمار ملي انتهت نسبيا كان عندنا عامين ولا 3 سنين. من بعد داك الشيء اللي شفنا في الدول الاخرى، هذا النظام الاخوان اللي عندنا انا نقولها لكم هو احسن نظام في الدول العربيه والاسلاميه، بما في ذلك اللي عندها النفط وبما في ذلك، لانه الا بغيتيو تشوفوا النظام باش تحكموا عليه خصكم تحكموا بجوج ديال المقاييس، الوضع الاقتصادي والوضع ديال الحقوق والحريات. رغم ما نشتكي منه ورغم ما نعارضه ورغم ما نقول، لا في الوضع الاقتصادي ولا في الوضع ملي كديروا التوازن غتلقاو كاين دول احسن منا من الناحيه الاقتصاديه في الدول العربيه، ولكنها لا تحترم الحريات والحقوق. وغتلقاو في الجانب الاخر دول احسن منا ربما في الحقوق والحريات، ولكنها لا تبالي يعني بالوضع الاقتصادي، فهمتي ولا؟ وين كان هذه ما عرفتش، راه دولتكم خصكم واخا تنتقدوا بما في ذلك سياسات جلاله الملك، ممكن تنتقدوها ولكن خصكم تنتقدوها بالصواب. انا واحد القضيه ما عجبتنيش، انا نقول لكم واحد القضيه، انا ماشي كوايري. ملي كنت صغير كنت كنحاول نلعب الكره ما جابش الله، واحد الوقت بغيت نولي مدرب ما جابش الله، جيت انا تخليت على هذه الكره نهائيا، فهمتيني ولا لا؟ واحد الوقت كنت كنتبع الماتشات، واحد النهار تهزيت على واحد البيت بيت وانا نطيح على ذاك الفراش وهرست هذيك الطبله اللي لتحت، صافي قلت انا ما غنعاودش. ذكرى سيئه. يمكن دابا 50 عام ما حضرت الا الماتش واحد صرفني ليه جلاله الملك، هو هذاك اللي كان بين لا نوفيل زيلاند
والمغرب والرجاء. هذاك حيت صافتني ما انا ما نمشيش، فهمتيني ولا لا؟ يعني ديك الساعات كنت رئيس الحكومه يعني، ولكن يسمحوا لي ما عرفتش شكون اللي دار شي اشاعات يدعو المغاربه الى عدم الحضور يعني. ما يمكنش الاخوان، اسمحوا لي. اولا وقبل كل شيء انتم كمغاربه بينتيو لينا هذاك الشيء اللي كنشوف انا، باللي الكره كتحمقكم كتبغيوها، وملي كيلعب المغرب وكيربح كتجيونا بحال طارق بن زياد، فهمتي ولا؟ غيفتح الاندلس وغادي يمشي، فهمتي ولا؟ انا خرجوا الناس كيفاش تيخرجوا الكاميوات عامرين والباكور الهندي، فهمتي ولا لا؟ ما سي با بوسيبل، والناس والى اخره. وثم هذا مشروع ماشي ديال الحكومه، المشروع ديال الكاف، ولا المشروع هو ديال جلاله الملك، وهو فيه استجابه للشعب، استجابه للشباب، استجابه لهاد لا جينيراسيون زاد اللي هي الاولى اللي كتمشي تحضر. كان هادشي ولا ما كاينش الاخوان ديالنا؟ قلنا انتم اللي كتفهموا الكره، تيمشيو لتما ويبقاو، حتى اللي ما عندوش الفلوس كيمشي يبقى يرغب حتى يلقى شي واحد اللي يدخلوه الى اخره. فما يمكنش من بعد ما جلاله الملك بمجهود جبار واصرار كبير بقى واقف على هذا الشيء هذا بيدو. انا نقولها لكم، حتى وصلنا لدرجه اننا ناسسوا يعني نستقبلوا يعني الكاف، ومن بعد الكاف غنستقبلوا كاس العالم في 2030 حنا واسبانيا والبرتغال، وحنا هما الاساسيين حسب الذي اظن، والله اعلم. نوضوا في هذا الوقت هذا ونقولوا حنا غنقاطعوا سمحوا لي، هذا ماشي معقول. ما فيش هذا الكلام. انا ما لا اعرف ان لا جينيراسيون زيد هي اللي قالته، ما تنتذكرش، ولكن على كل حال لم تصر عليه. ولكن جوج ديال المرات مشاو الناس يعني لقاو التيران خاوي على حساب اللي شفت انا في الصوره، فهمتي ولا؟ مره ولا جوج ما عجبنيش الحال، لانه هذه طريقه باش نضربوا ريوسنا. كنضربوا ريوسنا، كنضربوا بلادنا. من بعد ما وقعت استجابه لواحد المطالب كانت تبدو شعبيه واخا لم يعبر عنها عمليا، فهمتيني ولا لا؟ الى اخره. بعد ما وقع هذا الشيء هذا ومشينا في الاتجاه ديال هذا. اول من سولوني الاخوان ديال تونا، ترى كاين هذا الشيء كان هذا الشيء في الفيديو ملي كنا في اللقاء ديال الشبيبه، فهمتي ولا؟ اول ما سولوني قالوا لي الجانب الصحي في تونات متدهور. قلت لهم الجانب الصحي تحتجوا عليه معقول، ولكن كتقولوا ما بغيناش كأس العالم، ما بغينا الصحة، هذا غير مقبول منكم. ليس فقط لأنه هذا مشروع ديال جلالة الملك، وحنا كنقولوا باللي هذه المسائل ديال جلالة الملك خاص يبقى فيها التوقير. هذا كتضربوا واحد المجهود ديال بلادكم اللي غادي يفرحوا به الأعداء ديالكم. أنا سمحوا لي الإخوان، ما عرفتكم واش شفتيو ولا ما شفتيوش يعني داك الشيء اللي دارت الجزائر مع الأسف الشديد، الحكام ديالها بالخصوص، انت ولا باش يشوهوا السمعه ديال التيرانات اللي تبناو. سمحوا لي، سي با بوسيبل. وشي واحد جا ومشى كيدور تما وتيقول لهم كذا المغرب محسود بصراحه. انا ما باغيش نتهم هاد الناس اللي هما مع الجزائر، ما باغيش، لا اريد وما كنظنش، وعلى الاقل ماشي كلهم. ولكن وكتشوفوا واحد بن قرينه كحله هذاك، فهمتيني ولا؟ قال لك كان في الحركه الاسلاميه داير حزب، قال لهم كنتمنى الشباب يمشيو يهجموا على القصر الملكي. ايوا ملي غيهجموا على القصر الملكي شنو غتربح انت؟ شنو غتربح؟ قول لنا. غادي يولي قدامك واحد الدوله ديال حنا واحد القضيه، حنا ما بغيناش، انا شخصيا انا ما باغيش النظام الجزائري يهجموا عليه الناس ديال الجزائر، فهمتيني ولا؟ ويطيحوه في اطار الفوضى، هذا خطا. وياما نصحت بعض الجزائريين الذين كانت لي بهم علاقه، مع الاسف الشديد ما بقات عندي علاقه مع حتى شي واحد دابا، ولا هما تيخافوا يتصلوا بيا ولا شيء من هذا القبيل. اي شيء، اي اصلاح او تغيير خصو يكون في اطار قانوني وفي اطار سلمي. ولهذا هذا الشيء اللي كيوقع دابا انا شخصيا صامغون مالاد بصراحه. وما يمكنناش نضربوا ريوسنا، وما يمكنناش نخسروا وجهنا قدام الدول. وواحد القضيه اخرى، راه ما كاين حتى علاقه بين الميزانيه ديال الصحه والتعليم وبين الميزانيه ديال
ديال البناء ديال الملاعب. سمحوا لي، هذا كلام شعبوي وغير صحيح وما عند علاقة أخنوش به. طبعا هو كحكومة هو مضطر ينفذ التوجيهات ديال جلالة الملك من خلال الوزراء ديالو، من خلال يعني ولكن راه هذا الشيء ماشي معقول. هذا الشيء دابا حنايا يعني يخربون بيوتهم بأيديهم، وهذا خصو يكون غير مقبول. وانا يعني كنتمنى انه الشباب ديال لا جينيراسيون زد فهمتيني ولا لا، الا بغاو يبقاو يحتجوا فهمتيني ولا لا، يعني بطريقه سلميه فهمتيني ولا لا، انا ما عندي مانع. وان كنت قلت لهم ان الرساله وصلت، ولكن ملي تسمع بان الرساله وصلت خصك تخليها توصل فعلا، وتخلي النتيجه ديالها تجي طبيعيا. راه هذا النظام الملكي راه ما كيخضعش للابتزاز، وما تيخصوش يخضع للابتزاز، لانه واحد المجموعه ديال الناس قال لك اسيدي حنايا غنساندوا هاد لا جينيراسيون زد. اول ما بداو تيطالبوا جلاله الملك باش يعزيه في شي شباب ماتوا من الناحيه الرمزيه. ما تيمكن لا بدا كيخضع لكم في هذا الشيء، غدا غتقولوا له حاجه اخرى. والملوك راه ما عندهمش الحق يقولوا هذا الشيء. الملوك كاين ان دوزاج تيراعيوه. في 20 فبراير كان ظروف عالميه، وكانوا الناس اللي خرجوا معروفين، الاسماء ديالهم معروفه ومسؤولين على داك الشيء اللي كيديروا فهمتيني ولا لا. ملي خرجوا فهمتيني ولا لا، يعني جلاله الملك استجب. قبل ما يستجب جلاله الملك تراجع السي مصطفى الرميد. ملي خرج سول هذوك المجموعه اللي كانت كتجتمع في الليل في المقرات ديال شي حزب يساري يعني متطرف واحد شويه، كتقول قال لهم السي مصطفى الرميد شنو هو السقف ديال هذه المطالب ديالنا. قالوا له احنا ما عندناش سقف، السقف غادي يحددوا الشعب. وهو ينسحب السي مصطفى الرميد، وحنايا بطبيعه الحال ما بغيناش نشاركوا في هذا الشيء هذا. وجلاله الملك استجاب. دابا جلاله الملك فهمتيني ولا الاستجابه ديالو راه هو اللي غادي يقدرها ماشي حنايا، راه عارف اش كيدير. ولكن حنايا ننتقدوا جلاله الملك ممكن الا قال شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، ولا دار شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. دابا ما يمكنناش نقولوا لجلاله الملك علاش درتي لي تيران. علاش لي تيران دارهم؟ لانه كان الشعب وكان المجتمع وكان الشباب يعني باغين هذا الشيء كيجيهم. ما نعرف شنو الا جات عندنا الافريقيا لهنا احرى الا جا عندنا العالم الى هذيك. وسمحوا لي الاخوان، المغرب ماشي جا عنده العالم، المغرب غير شارك في كاس العالم ديال قطر وجا هو الرابع، ياك فهمتيني ولا ياك هو الرابع ولا الثالث جا، هو الرابع جا. وكانوا المغاربه غيخرجوا على عقلهم، ماشي المغاربه واحد اش تيقولوا نتوما ولا هذوك اللي كيتكلموا في هذا الشيء ديال الكره وداك الشيء، معلق من شي دوله ديال امريكا الجنوبيه، بقى تيقول موروكو. شفتوا هذا الشيء؟ موروكو. انا كنذكركم ولا انتم انا ما تنشوفش الكره بزاف، ولكن الا شفت حاجه كنبقى عاقل عليها. انتم كتنساو بغا حماق. كيفاش نمشي نولي معلق؟ حتى هذه حرفه. شوف ملي تفارقوا معايا ديك الساعه ندير اللي بغيت. قال لك الا طلقتيها ما توريهاش باب الدار. فخليونا نكونوا متفاهمين. ماشي واحد الحاجه بحال جينيراسيون زد اللي عندها واحد الجانب ايجابي، وهو انها كتقول للحكومه بركه من هذا الشيء ديالكم، راكم هذا الشيء اللي درتيو راكم بسلتيو فهمتي ولا؟ وما بقيتيوش كتراعيو وكتسمعوا وما كتردوش البال الى اخره فهمتي ولا؟ ثم بعد ذلك فهمتي ولا ما كتردوش ما كذا الى اخره كتغوت. اذا كاين واحد الجانب ايجابي ينوض يخسر بهذه الطريقه هذه. وانا كنشوف انه فعلا دابا الحركه ما بقاتش بحال قبل فهمتيني ولا؟ بون لهم واسع النظر، انا ما كنعرفهمش شكون هما ما والو، كنعتبرهم ولادي لانهما مغاربه فهمتي ولا؟ كنعرف باللي داك الشيء اللي علاش هما بعدا دوك الدراري خارجين، هذاك الدراري خارجين من اجل الصحه والتعليم وداك الشيء، هذيك
هذيك اسباب عمليه، ولكن كاين واحد السبب اصلي قبل من هذيك الاسباب العمليه، وهو انهم من خلال هذاك الشيء ديال الفساد وتضارب المصالح والفساد ديال التعليم والفساد ديال الصحه وهذا الشيء كله، من خلال هذا الشيء كامل كيشعروا بالحقره وكيشعروا بلي الافق مسدود. وهذا حقيقي. ولاد الشعب اللي كيقراو في المدارس العموميه واللي كيشوفوا ما كاينش افق. وغنقول لكم واحد القضيه تألمكم، شتيو حتى ابناء الطبقات الميسوره نسبيا، اللي ميسوره بزاف اللي با لاباس عليه راه تيفكر يدير له حانوت ولا يدير له مشروع ولا الى اخره، وتيعاونو وتيرغب عليه. انا ملي كنت رئيس ديال الحكومه جاني شخص كيف ما كان الحال تيو الدري مهندس كيرغبني باش نوظفو معايا. وهذا المهندس خصك انت اللي توظفني ماشي انا اللي نوظفك، انت اللي خصك توظف المغاربه. ماشي قريناك واش خسرنا عليك وفي الاخر باش تلقى وظيفه خصنا نديروا لك يعني لي بيستون. لا، واش غادي تقول مسكين هذاك الدري اللي ولد المدرسه العموميه واللي ما قدرش يقرا بزاف واللي الى اخره، وحتى الا قرا دابا لي بوست عمرو وكل شيء عامر الى اخره. خاص افاق، خاص تفتح افاق. انا ملي قلت لكم باللي واحد الرئيس امريكي قال لهم غنبداو الصباح نخرجوا الناس يخدموا يحفروا الارض وفي الليل يجيو يعاود يعمروا ذاك الحفره ونخلصوهم، كنتكلم معكم بصدق، لانه يمكن يعني دير اللي بغيتي، ولكن ما يمكنلكش تخلي واحد المواطن كيصبح الصباح ما عنده تاريال في جيبه، تاريال، وكيجي العشيه ما عنده تاريال. شنو يدير هذا؟ هذا في الشريعه الاسلاميه راه كيخصو يحمل السيف ديالو ويخرج على الناس. كاين هذا الكلام في الفقه الاسلامي. اعجب لرجل لا يجد قوت يومه كيف لا يحمل سيفه ويخرج على الناس. هكذا في هكذا كاين في التراث الاسلامي. فخص الحكومه خصها هاد الناس هادو تلقى لهم حلول. ماشي كل شيء غيتوظف، ماشي كل شيء، ولكن تقدر. وهذا الشيء هذا ماشي جديد، راه كان الانعاش الوطني هذا هو السبب ديالو، فهمتيني ولا لا؟ ماشي ضروري كل شيء يكون موظف، وماشي ضروري. وبطبيعه الحال ملي كتبغي دير شي حاجه اللي بحال هكذا كيوقفوا في وجهك النقابات، خاص يكون عندك يعني الا بغينا نقولوا القلالات الصحاح باش تواجه مع كل شيء اللي تيوقف في وجهك في حاجه اللي فيها الاصلاح. لانه المغاربه النظام اللي عندهم دابا راه لو كان انا راعيت هذا الشيء ما نديرش الاصلاح ديال التقاعد. الاصلاح ديال التقاعد اللي درت، فهمتيني ولا لا، راه درتو، راه كاين بزاف ديال الناس ما عجبهمش الحال، حقهم، ولكن اعتقد لهم التقاعد. ها هو داز 23 داز 24 داز 25 باقيين كيتوقصوا بالتقاعد ديالهم. في 23 كانوا غادي يبقاو كيحنزوا بعينيهم، او لا، اللي غادي يحنزز بعينيه هو الموظفين، كل واحد غادي تنقص له من الاجره ديالو واحد النسبه باش نخلصوا التقاعد، او الفرق ديال التقاعد اللي غادي يكون ضروري. سمحوا لي، تيسحب لكم المغاربه باللي عبد الاله بن كيران غير نايضه واحد الجوقه، فهمتيني ولا، ديال المرتزقه اللي في الصحافه واللي في المواقع الاجتماعيه، واللي بن كيران هو اللي دار لنا اصلاح التقاعد وزاد علينا، هو اللي دار لنا. غنتراجع؟ ما نتراجعش، حيت هذاك الشيء اللي درت انا مقتنع به، ولا تنادم معايا الحال لانني ما كملتوش، لانه هذاك الشيء اللي درت هو اللي خلى المغرب يكون منتعش اقتصاديا اليوم، وتكون الميزانيه ديالو كتسمح له باش يدير هذا الشيء كلشي اللي كنتكلموا عليه الى اخره الى اخره الى اخره. الاخوان ديالنا هاد البيعه والشريه خاسره من الاول، من البلوكاج. نقولها بصراحه مع الاسف، انا اللي كنت اللي نقول الضحيه، انا ما كنتش ضحيه، بالعكس انا اعتقني الله، لانه وصلت واحد الوقت في التسيير ديالي للحكومه يعني واحد العراقيل، واحد المخلوقات، فهمتيني ولا، كنت كنقول العفاريت والتماسيح هما خرجوا لهم جينيراسيون زد، هادو ما معروفينش، هادو ما معروفينش، فهمتيني ولا لا. لاكسيون لا رياكسيون، هذا شي قريناه في الفيزياء، فهمتيني ولا. وغنقول لكم واحد القضيه، شتي هاد لا جينيراسيون زد واخا توقف، راه هاد الشيء هذا تبعنا، لا ما تعالجتش الامور. بلادنا الحمد لله مزيانه، فيها امور ماشي هي هذيك، خصها الامور اللي ماشي هي هذيك نعالجوها، وتكون الامور ديالنا كلها هي هذيك. شنو هاد التخربيق هذا؟ شنو
علاش خربق 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 خربق؟ كيسحب لهم باللي الشعب غادي يبقى ساكت. الله يرحم الحسن الثاني قالها محمد الحسن، قال له محمد الخامس، قال له يا بني راه هذا الشعب ديالك راه بحال الاسد، يمكن ان تقوده بسلسله من حرير، ولكن اذا درتي له سلسله من حديد راه غادي ينوض. وهذا الشيء اللي وقع لهاد الناس هذو اللي في الحكومه واللي من قبل منهم واللي من وراهم واللي ما نعرف شنو واللي كيسحب لهم راسهم، هما اللي كيفهموا بوحدهم في هذه الدنيا، وهما اللي عارفين يقادوا هذا الشيء هذا، فهمتي ولا؟ بلا ما نتكلموا على التطبيع اللي شنو ما كان كلامنا عليه في الاول، ما بقاش ممكن يكون التطبيع ما بقاش ممكن يكون. العالم اليوم تيفك العلاقه ديالو مع اسرائيل، الا ما فكاش رسميا كله راه من الناحيه الشعبيه فكها مع اسرائيل. خاص الدوله ديالنا تستجب للنبض ديال الشعب المغربي ولكن حنا في واحد المرحله كيف ما كان الحال صعيبه. هذه المرحله هذه اللي صعيبه خصنا نحاولوا فيها على بلادنا، وتندوزوها ان شاء الله الرحمن الرحيم بسلام، فهمتيني ولا لا؟ وتكون الظروف احسن، وديك الساعات نقدروا نهضروا اكثر ونقدروا نقولوا اكثر. ولهذا معشر الاخوه الكرام، من البلوكاج بما في ذلك الحكومه ديال السي سعد الدين العثماني، حيت هذيك ماشي ديال السي سعد الدين العثماني، واخا كان كيترأسها، يسمح لي السي سعد الدين العثماني، فهمتي ولا لا؟ هذيك حكومه مدخوله دارت باش نديروا الدروج، ماشي يكون عبد الاله ونطيحوا في اخنوش، لا نديروا الدروج، فهمتي ولا لا؟ على ما يوصل اخنوش ولا شي مخنشش اخر، فهمتي ولا لا؟ ها حنايا شوفوا فين وصلنا، الامور راها ما مزياناش، ولكن هذا واحد الوقت ديال التعقل، واحد الوقت ديال الابصار، وواحد الوقت ديال ماشي الانسان يجي يصلح يهرس الدار. جاي صلح، ولكن الاسس علاش مبنيه الامور خصك تحافظ عليها، وعلى راسها الملكيه، باش نكون زعما واضحين. وهذا الكلام تنقولوا للاخوان ديال الجينيراسيون زاد اللي كيظهر ليا ولا شتيو باللي هذا الشيء غادي يدور الكلام فيه، حيت راه غير الكلام، راه ما تسحبوش المغاربه غيتبعوكم الا مشيتيو في هذا الطريق، غيدور فيه الكلام على الملكيه ولا شي، خرجوا منه وليداتي، راه ما عندكم ما ديروا فيه. انا تنقول لكم بصراحه باخوه، مهما كلف ذلك الله اعلم، ما عندكم ما ديروا في هذا الشيء هذا، لان انتم مغاربه ضد الفساد، ضد الاستبداد، ضد الاختلالات اللي كاينه في الصحه، ضد الاختلالات اللي كاينه في التعليم، ضد الاختلالات اللي كاينه في الشغل، ضد الاختلالات اللي كاينه في كل شيء المجالات، ولكنكم مع دولتكم، ولكنكم مع ملككم. وهذا الشيء هذا حنايا الحمد لله ما عندهم ما يقولوا، هادو غير كيبلبلوا، فهمتي ولا؟ المأجورين، فهمتي ولا؟ هاد المأجورين هادو، هاد المرتزقه ديال الاعلام ولا ديال سميتو اللي جالسين عبد الاله العداله والتنميه، راه غير كيضيعوا وقتهم. علاش؟ لانه المرحله الحقيقيه ديال العداله والتنميه الشعب باصم عليها وعاجباه، وكانت عند العداله والتنميه 107 اعطاه 125، اعطاه الطابع، هذا الطابع ذهبي، فهمتي ولا؟ اتحدى ايا كان شكون ما كان يلغيه من التاريخ. بطبيعه الحال كيمكن لك الا بغيتي تقول تهضر وتتكلم وتبقى تتبلبل، فهمتيني ولا؟ وتخربق الراس لشي وحدين وكذا الى اخره، ولكن في الاخر راه هذا الشيء هذا سيعترف به التاريخ، فهمتيني ولا لا؟ سيعترف به التاريخ. وهذا بما في ذلك هاد الناس اللي كيغوتوا من الخارج. نقول لكم واحد القضيه بالنسبه لي، انتم جبناء، دخل البلاد ودير مجهود، دير حزب سياسي وتكلم باش تعرف شنو هو الحزب السياسي. كتعيبوا على عبد الاله بن كيران، كتعتقدوا باللي عبد الاله بن كيران سهل باش يجمع ندوه صحفيه بحال اليوم، وسهل باش يقنع المجلس الوطني، وسهل باش يصوت عليه المؤتمر، وسهل هذا الشيء كله. دخلوا ديروا هذا الشيء. انتم الا ما قدرتوش ديروا هذا الشيء، ردوا البال اش كديروا، راه الا خربتيو البلاد. انتم ما قادرينش تاسسوا حزب وتنظموه وتمشيوه، فهمتي ولا؟ اللهم الا ما بغيتيو ديروا شي حزب بحال اللي شفنا المؤتمر ديالو هاد يومين، يعني لا صوت فيه يعلو على صوت من لا ادري ماذا، فيه ديكتاتوريه ربما ما
ما كانش حتى عند تشاوشيسكو. الا كتخيلوا هذا الشيء هذا، ولكن المغرب راه ما عمره غادي يقبل هذا الشيء هذا. دخلوا ديروا حزب سياسي وجيبوا لنا ناس نقيين وغلبوا العداله والتنميه بصحتكم وراحتكم. انا كنهنيكم من دابا، ولكن هاد الناس هادو اللي جاو يعني كان عندهم واحد الهدف بائس خبيث، يعني غير مشرف، وهو القضاء على العداله والتنميه والقضاء على عبد الاله بن كيران. واش عباد الله هذا؟ واش هذا هدف؟ واش هذا هدف؟ مالو عبد الاله بن كيران؟ مال العداله والتنميه؟ شنو درنا لهذه البلاد حنا كاع من 92 فاش مشينا عند الدكتور الخطيب ودخلنا للحياه السياسيه، فهمتي ولا؟ اليوم شنو عملنا لهذه البلاد؟ ينوض شي واحد دابا يقول لي شي حاجه خايبه درناها، انا راه مستعد باش نتناقش مع شكون ما بغى يكون، يجيو كاملين يتجمعوا قدامي وانا نتناقش انا وياهم، ونجبدوا المقصه ونجبدوا التقاعد ونجبدوا التوظيف بالمباراه ونجبدوا اللي بغاو نجبدوه. ماشي معناه انني ما عمرني ما درت شي خطا، طبعا حتى انا غنكون درت اخطاء بطبيعه الحال، وكاين شي حوايج انا نادم عليهم من دابا تنفكر فيهم بعض المرات. ولكن في العموم ملي الحمد لله الشعب بصم لي انتهى الكلام، الشعب هو مصدر السلطات، بلا ما نتكلموا على الرساله ديال جلاله الملك اللي كان فيها الاعفاء، لانه يعني كان البلوكاج من هذا السيد هذا اللي كيترأس الحكومه، واللي واخا حنايا درنا معاه الصواب وبغيناه زعما ينجحوا داك الشيء. هو قال لك حيت شي واحد شاف السي حيكر يعني كيتغدى مع وزير التعليم نضر بغا يدير منها قضيه، راه هذا تيدل على انكم ضعاف وخاويين وزيرو فاصلة زيرو زيرو الى يوم القيامه، ما كتسواو والو. اشنو فيها؟ وزير فهمتيني ولا اختلفتي معاه ضربتي انت وياه في المنصه، ملي جا وقت الغداء كيعرض عليك قال لك اجي تتغدى معايا، صافي مرحبا ما بقاتش هضره. الكريم لو دعي الى طعنه لا اجاب. هو مشى كيتكلم معاهم وما تيقولوا له حنا بغيناك تنجح، لانه الثقافه ديال العداله والتنميه هي هذه، لان الا نجح الوزير في التعليم نجح المغرب، ولا نجح الوزير في الصحه نجح المغرب، فهمتيني ولا؟ حنايا كنا فرحانين بالسي الوردي، واخا هو ماشي من الحزب ديالنا ملي كان معنا، لانه كان ناجح في التعليم، كان ناجح في الصحه، ناجح جدا، عطى للصحه ما شاء الله الق، فهمتي ولا؟ وكنا فرحانين بالسي الوفاء اللي ما كانش معنا في الحزب كذلك، لانه رحمه الله فهمتيني ولا كان ناجح في التعليم، فهمتي ولا؟ وغادي لو كان بقى الوفاء في التعليم، راه الوفاء مشى ضحيه المؤامرات. شي نهار مشى لشي مدرسه كتعرفوا هو مراكشي كيضحك، شاف شي بنت قال فهمتي ولا ما عرف داكشي، قال لها انت راه خاصك الزواج بنيتي، ماشي خاصك الدبلوم ولا عرف داكشي. انت شدوا هادي وبقوا تيكبروا فيها ويمطوا فيها ويطلعوا فيها ويهبطوا فيها، فهمتيني ولا لا؟ بحال النهار اللي كنت انا وذاك السفير ديال امريكا ومراته، وجيت ندوز من واحد الباندا، فهمتي ولا؟ وهزيتها ودزتها عادي، ولد العكاري يشوف باندا يهزها يدوز تحت منها عادي، انا غير ولد العكاري، انا ماشي كبرت جالس تنقطع في هذوك السنين نوضوا فيها سكوندر. ولا النهار اللي مشيت انا ومراتي للولايات المتحده كنوب على سيدنا، فهمتيني ولا لا؟ مراتي لابسه جلابه مزيانه عاديه ديالها حمر، ناضوا غير شافوها وداروا قربيله وداروا ما نعرف شنو مال هاد الجلابه اش ما حشمتيوش، ما تحترموش حتى واحد المراه، لان مراتي ما كانتش عواله على هذاك المشيه باش تدبر لها شي جلابه، ما نعرف على كل حال الجلاب ديالها كله بحال فهمتيني ولا؟ يعني الجلابه اللي لقات عندها لبستها بكل تواضع. شنو كاين؟ سيدنا عمر دخل الى القدس وفي ثوبه 17 رقعه. شكون اللي باين دابا؟ نتوما امخيات ديال اخر الزمان الويل حاشا السامعين الخانزين، نقول لكم بصراحه، حيت فمكم خانز وحيت افكاركم خانزه وحيت عقلكم خامز وحيت الدماغ ديالكم خانز. ولا سيدنا عمر اللي دخل ب 17 رقعه وباقي الزمان كيعتز به. شتي هذاك الجلابه اللي لبستها المراه هذيك الشرف، فهمتيني ولا؟ لان مشات الحمد لله امراه مستوره كتمثل الدين ديالها والبلاد ديالها بالطريقه التقليديه، فهمتيني ولا؟ وفهمتي ولا؟ بلا ما نتكلم لكم على مراتي لان
طبعا هي كتزيرني في الدار، ولكن انا مضطر باش فلهذا معشر الاخوه الكرام والاخوات الكريمين كلشي رجال كيزيروا من العائله كلشي رجال كيزيروا عائلته. والمهم انا كندافع شي شويه فهمتي. ولهذا معشر الاخوه الكرام هذا الشيء دابا اللي قال لكم هذا الاخ بالحقيقه انا فاجئني، لان انا ملي دخلوا هاد الناس الجماعات المحليه، خلي دابا الحكومه باينه والبرلمان باين، هذوك الناس واحد العدد منهم راه في الحبس ولا متابع ولا جو سي بلي ترو كوا الى اخره. يعني ملي تنشوف هذا الشيء هذا وكنشوف هادو ديال هاد الجماعات، حتى العرض داروا قدامي السي الحسن وتيذكر انهم عجزوا باش يديروا البرامج في الاول، كيعجزوا باش يصوبوا الاغلبيات، كيعجزوا باش يتفاهموا معهم، كيعجزوا باش ينجنوا غير داك الشيء اللي خلينا حنا الاخوان. المرور ديال الاخوان ديالنا في الجماعات المحليه يعني مرور معجز. انا نقول لكم، انا ديك الساعات ومن قبل واحد النهار مشيت عند خيرون القصر الكبير قبل من 2015، ودار واحد العرض فهمتيني ولا لا، كيبين فيه باللي داك الفيضانات اللي كانت كتكون يعني في القصر الكبير، هو دار لها واحد الحل بالتوافق مع الناس ديال وزاره الداخليه فهمتيني ولا لا، ما بقاش كتكون الفيضانات. نساو الناس هذا الشيء، هذا حدث كبير جدا فهمتي ولا لا. يعني واخا هو سير جوج ديال المرات وماشي غير هادشي اللي دار بزاف ماشي شويه فهمتيني ولا لا. واما الاخوان ديالنا ملي دخلوا بعدا هو نقبلوا شي، عمرني ما سمعت شي اخ ديالنا تعفى من الرئاسه ديال الجماعه نهائيا، ولا وقعت المتابعه ديالو مشى للسجن ولا شيء من هذا القبيل، الحمد لله الى حد الان فهمتيني ولا. يعني الاخوان ديالنا داك الشيء اللي داروا، غير داك الشيء اللي بقى في ودنيا. السي العربي بن القيد مع الدخله، سمحوا لي شديتكم بزاف، مع الدخله فهمتيني ولا، مع الدخله الجماعه لقى واحد السوق كيتكرا ب 500 مليون، كرا هو بمليار الا باقي كندخل ولا جوج مليار. هذه وحده من الامور اللي بقات في البال ديالي. السي عبد العزيز العمري عتق الدوله من 4 المليار ديال الدرهم ونص، كان غيديها واحد الباندي كانوا عنده شي حكايه تمايا فهمتي ولا، بلا ما ندخل في التفاصيل. يعني السي دريس الازمي واحد الارض كبيره في فاس فهمتي ولا، المجمع ديال هي اش كتسمى لا هي سميتها بعدا، لا ماشي ديال النسيج، هي صناعيه، منطقه صناعيه. هذاك شباط كان باغي يشدها ويقرضها ويبيعها وياخذ الفلوس. هذاك الشباط راه ما كانش كياخذ الفلوس في يده، كيعطيك الساروت يقول لك سير لحم في الطوموبيل وجيب لي الساروت، كاع ما فهمتي ولا، كاع ما كيحسب فهمتي ولا، عارف هو الحساب اللي انت راك خايف فهمتي ولا. يعني انا تنقول لكم مش الاشياء اللي سمعتها بودنيه، ماشي قالها لي شي واحد. كيعطيك الساروت يقول لك سير دير الفلوس في الكفر وجيب لي سميتو. شي واحد جا بقى كينقز على واحد التوقيع فهمتي ولا، قال له 500 مليون حساب الذي بلغني فهمتي ولا. قال له في الاخر مشى الاخر كيدور، ما خلى والو، ما لقاش حتى واحد يهضر معاه ولا يتفاهم معاه. في الاخر جا قال له صافي هذا 500 مليون، قال له هاك الساروت سير له حافظ الطوموبيل سير الله يهنيك، ومن بعد وقع له ولا ما وقعش الى اخره فهمتي ولا لا. يعني السي دريس الازمي رد الحياه لهذاك المنطقه الصناعيه، وجاو الشركات وداروا فيها معامل، حيت حنا محتاجين فين نسكنوا، ولكن قبل ما تسكن خصك بعدا تخدم. الصناعه هي الاولى فهمتي ولا، اما تسكن وتتزوج مزيان، ولكن باش فهمتي ولا. السي بوانو داك الشيء اللي دار في مكناس فهمتي ولا لا. يعني انا ما تنتذكرش دابا التفاصيل، ولكن سي جامع المعتصم، خاصكم انتم الرباطيين والسلاويين، الرباطيين والسلاويين ياك كلها، خاصكم فين ما تطلعوا في الطوبيس ترحموا على السي جامع المعتصم فهمتيني ولا لا. لانه ذاك الطوبيس اللي كان عندكم دابا، عقلوا على الطوبيسات اللي كانوا عندكم شحال هذه فهمتيني ولا لا. فهمتي ونقول لكم ما كاينش شي اخ، هذاك الولد داك تيكوكين، هذاك رد القريه ديالو، جاب واحد النهار دار لنا عرض هنايا عليها، تشهيت نمشي ندوز فيها شي ايام يشهد الله، ردها هكذا كتشعل نضم داك الشيء فرج. حنا ما عارفين كاع فين
لا انا لا انت يا الاستاذ الناري فهمتي ولا ايت بوكماز غير كنسمعوا ايت بوكماز الى اخره الى اخره الى اخره. علاش غادي تحارب واحد الحزب اللي عاطيك هاد اقل شيء باعتراف العالم كله ان هذه العداله والتنميه يدها نظيفه اقل شيء. وراه في ذاك الاحزاب اللي متابعين حنا في الصف الاخر فهمتي ولا هذاك ترتيب صحيح فهمتي ولا. ولهذا انا اللي غنقول هذه الكلام اللي غنقولوا للدوله ديالنا. انا سمحوا لي انا كنت معاكم صريح ملي وليت رئيس ديال الحكومه قلت لكم هذه المره هذه راه خرجوا الناس للشارع وخرجنا تكلمنا معاهم وملي تكلمنا معاهم تراجعوا فهمتيني ولا. طبعا بعد ما تكلم معاهم جلاله الملك لا كلام يعلو على كلام جلاله الملك وهو اللي اتخذ القرارات الاساسيه اللي ساهمت باش المجتمع. ولكن راه هذا الشيء السبب ديالو الفساد. راه الا ما تصلحش هذا الفساد راه غادي يضرب دوره ويرجع. حنايا ملي كنتكلم على الحكومه ديالي تسمح لي الحكومه اللي جات من بعد تسمح لي دارت اخطاء واعطت مبررات للهزيمه اللي وقعت. طبعا حتى الخدمه تخدمت عليها بالقاعده او بصعوبه كبيره ما عندنا ما نقولوا ولكن الواقع هو هذا وحتى الظروف ما ساعدتهاش. ولكن يعني الحكومه ديالي فهمتيني ولا لا يعني راجت فيها الخطاب السياسي ولاو الدراري فهمتيني ولا لا كيعرفوا شنو هي المقاصه ولاو الدراري كيعرفوا شنو هو الاصلاح ديال التقاعد والعيالات والكبار والرجال الكبار والشلوح اللي ما كيفهموني كاع. راه عندنا واحد الاخ ديالنا من طاطا قال لي السي عبد الاله قال لي الوالده ديالي النهار اللي كتكون غدوز في التلفزيون كتجمع العيالات في طاطا وكدير لهم اتاي فهمتيني ولا في الساحه فهمتيني ولا تيجلسوا يتفرجوا وحتى وحده فيهم ما كتفهمش كنقول. ولكن واحد كيطلع كيدير شي اعمال اداريه مع الجماعه وداك الشيء وهذوك الشلوح اللي تمايا في شي منطقه تما في خنيفره الفوق فهمتيني ولا قالوا له هذاك السي بن كيران كل ساعه بالشلحه طبعا كل ساعه تيقول المقصه حنا ما فهمناش شنو هذا المقص. جاو هما قال لهم اشنو تيقول قالوا لي شوف حنا ما كنفهموش اش تيقول ولكن كنشوفوه كيغوت كنعرفوه كيدافع علينا. ولهذا يا ربي تجيب لهذا المغرب شي حزب احسن من العداله والتنميه ولكن ما حد ما لقيتيوش احسن منه. راه ما عندكم لا ين عليه. انا تنقولها لكم الصراحه ديروا في الانتخابات اللي بغيتيو. انا راه اقترحت على الاخوان انه ما نمشيوش حنا كاع نراقبوا هذاك المكاتب ديروا انتم اللي بغيتيو واخا الفكره ما تقبلاتش بطبيعه الحال. القانون كيقول عندنا الحق نراقبوا غنمشيو نراقبوا رزقنا كيف ما تيقولوا. العداله والتنميه ماشي حزب فيه الصالحين ولا كيدير الصلاح. حزب تيوريكم طريق الصلاح. الا ما تبعتيوهاش واخا تفلتوا هذه المره ما تفلتوش المره الجايه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.